البرشامة دي الناس بيسموها أكتر من اسم. على سبيل المثال البرشامة الصفراء، برشامة الصداع، البرشامة اللي نصها أبيض ونصها أصفر، البرشامة السريعة، ولسه ما هنشوف. وبرضه معناه إن أنت لو أخدت 3 برشامات من دي كأنك أخدت شريط كامل من الكيتوفان. متخيل الكارثة؟ برشامة الصداع أو البرشامة اللي نصها أبيض ونصها أصفر، أو زي ما بعض الناس بتقول البرشامة السريعة. الناس بيتعاملوا مع البرشامة دي على إنها بونبوني مش برشام، رغم إن لها مشاكل وأضرار كتيرة جدا. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على البرشامه دي بشكل اكبر. ايه هي البرشامه دي؟ مادتها الفعاله ايه؟ الاستخدامات والمشاكل والاضرار بتاعتها، وايه الحل؟ قبل ما نبدا عايز افكرك اكيد كده انت فهمت، لايك واشتراك في القناه وشير الفيديو، ويلا بينا نبدا. البرشامه دي الناس بيسموها اكتر من اسم. على سبيل المثال البرشامه الصفراء، برشامه الصداع، البرشامه اللي نصها ابيض ونصها اصفر، البرشامه السريعه، ولسه ما هنشوف. البرشامه دي عندنا كصيادله اسمها باي الكوفان او باي كيتوجيسيك او مسائلهم، ومادتها الفعاله هي الكيتوبروفين. الماده دي مسكن ومضاد للالتهابات، بس الفكره في الباي الكوفان والباي كيتوجيسيك ماده الكيتوبروفين تركيزها 150 مللي جرام، وده تركيز عالي جدا يخلينا نستخدمها في الحالات الشديده، مثلا في حالات الكسور، او مثلا واحد عامل حادثه او واحد عنده غضروف. الحاجات الكبيره مش شويه صداع زي ما بنعمل. قال لنا بقيمه البرشامه دي والله. طب المشكله فين؟ هو بصراحه احنا عندنا اكتر من مشكله، مش مشكله واحده. المشكله الاولى وهي ان تركيز الكيتوبروفين في البرشامه دي عالي جدا. لسه قايل لك ان بيكون تركيزها 150 مللي جرام. ركز في الرقم ده لان الرقم ده كبير جدا. لما تيجي تقارن البرشامه دي بالكيتوفان اللي برضه فيه نفس الماده الفعاله اللي هي ماده الكيتوبروفين، هتلاقي ان في الباي الكوفان او الباي كيتوجيسيك التركيز 150 مللي جرام، اما في الكيتوفان التركيز 50 مللي جرام بس. ده معناه ان انت لو اخدت برشامه واحده من برشامه الصداع دي اللي هي باي الكوفان او باي كيتوجيسيك كانك اخدت 3 برشامات من الكيتوفان في نفس الوقت. وبرضه معناه ان انت لو اخدت 3 برشامات من دي كانك اخدت شريط كامل من الكيتوفان. متخيل الكارثه؟ ده انا كمان نسيت اقول لك ان اقصى جرعه ممكن تستخدمها من ماده الكيتوبروفين هي 300 مللي جرام، يعني قرصين بس من الباي كيتوجيسيك، يعني برشامتين بس من برشامه الصداع دي، وده في الحالات الشديده جدا مش في شويه صداع. فدي كانت المشكله الاولى، وهي ان تركيز ماده الكيتوبروفين في البرشامه اللي هي برشامه الصداع دي عالي جدا. تاني مشكله وهي مشكله كلنا عارفينها، وهي ان البرشامه دي مسكن، والمسكنات زي ما احنا عارفين على المدى البعيد ممكن تعمل لي قرحه في المعده، ممكن تعمل لي مشاكل في الكلى، توصل لفشل كلوي لا قدر الله. وطبعا دلوقتي كل الناس عندها مشاكل في المعده وقرحه في المعده. حتى كمان لما تيجي تبص على اكتر الادويه مبيعا في العالم هتلاقي الكونترلوك اللي هو بتاع المعده، ده بسبب كثره استخدامنا للمسكنات. وهنعمل حلقه منفصله ان شاء الله نتكلم فيها عن ليه وازاي المسكنات بتسبب مشاكل في المعده وفي الكلى كمان. واحد هيسال سؤال مهم، هو انا لو استخدمت البرشامه دي عند اللزوم هيحصل مشاكل انت بتقول عليها؟ هقول لك، عندنا للاسف فاهمين كلمه عند اللزوم دي غلط. يعني واحد تلاقيه بيستخدمها كل يوم، كل يوم عمال على بطال كده، شويه صداع ياخدها، جسمه تعبه ياخدها، مفيش يوم بيعدي الا هو بياخد البرشامه دي ويجي يقول لك انا بستخدمها عند اللزوم. لا، ده مش عند اللزوم خالص. اما مثلا لو برشامه كل فتره، مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين، كنت جاي من مشوار وجسمي تعبني او جسمي مكسر او كمان كنت مصدع صداع شديد واخدت برشامه دي، مش مشكله قوي يعني. الفكره بس ان احنا ما نستخدمهاش باستمرار. واحد تاني هيقول لي طب ما هو انا يا دكتور بيكون عندي صداع شديد وما برتاحش خالص الا لو اخدت البرشامه دي. طب ايه الحل؟ الحل انك تشوف سبب الصداع ده ايه وتعالجه. لو ما نمتش كويس انام، لو ما شربتش كوبايه القهوه او كوبايه الشاي اللي انا متعود اشربهم كل يوم اروح اشرب الكوبايه دي على طول. لو بمسك الموبايل كتير وده بيعمل لي صداع فاحاول اقلل من استخدامي للموبايل بتاعي. والاسباب التانية المهمه جدا اللي هو مثلا اشوف الضغط بتاعي، لو انا الضغط بتاعي عالي احاول اظبطه. لو انا مثلا عندي مشاكل في النظر اروح لدكتور عيون واشوف معاه المشكله فين. لو انا عندي مشاكل في الجيوب الانفيه اروح لدكتور انف واذن. او لو في مشاكل في الانيميا فاكيد دي هتعمل لك صداع. نشوف سبب الصداع ده ايه ونحاول نحل المشكله، مش نفضل ناخد في مسكنات ونكون بنأذي في نفسنا، بنأذي في المعده بتاعتنا، بنأذي في الكليه بتاعتنا، وعمال ناخد الحاجات دي عمال على بطال. فالمهم ندور على سبب المشكله ونحاول نحلها. فملخص الفيديو ده، البرشامه دي بلاش نستخدمها عمال على بطال. مش كل ما يجيني شويه صداع كده اروح اخد البرشامه، لان زي ما هي سريعه وفعاله ليها مشاكل واضرار زي ما عرفنا في الفيديو. ونحاول ندور على سبب الصداع ونعالجه. وبكده اكون خلصت الكلام اللي انا عايز اقوله. انتظرونا في فيديوهات تانية. سلام عليكم.